السلام عليكم. في الفيديو ده هنشوف مع بعض حلول التستات اللي احنا حليناها. الموقف ده تست رقم 1 بلاك تو موف، والسؤال هنا بيقول لك هل الأبيض بيكسب وهل الأسود يقدر إنه يحافظ على الدور بتاعه، يعني الأسود بمعنى أصح يقدر يتعادل. قدامي إجابة من الإجابات، مكتوب كينج بي 7. كينج بي 7 دي نقلة خاطئة، وده لأن احنا اتكلمنا قبل كده إن الأبيض علشان يفوز ومعاه بيدق زيادة فلازم إن الطريق بتاعه يكون فاضي. طب الطريق بتاعه لو مش فاضي، يعني لو أنت الأبيض ومش قادر تسيطر على ال3 مربعات اللي قدام العسكري على طول، لو أنت مش قادر تسيطر على ال3 مربعات اللي قدام العسكري على طول، فأنت لازم وأنت داخل على الصف اللي قدام العسكري على طول لازم تاخد المقابلة. لازم تكون داخل وانت داخل تاخد المقابله. طب ايه فكره المقابله، او ايه فكره ان انا اقف بالملك بتاعي في وش ملك الخصم؟ انك بتجبره انه يتحرك، فلما يتحرك هتسيطر على المربع اللي واقف عليه، وطالما انت سيطرت على المربع اللي هو واقف عليه فبمعنى كده انك سبقت عسكريك بصف فاضي، وده يؤدي الى انك تقدر انك تفوز في المنظر ده. طيب ممكن هنا الاسود يستدرجك انك تتعادل، خصوصا في عسكري الحصان. عسكري الحصان في افكار ممكن الاسود يضحك عليك ويتعادل معاك. طبعا عسكري الكورنر تعادل. عسكري الحصان في فرص للاسود ممكن يوقعك في افكار انك تتعادل فيها لو انت لعبت بسرعه. فلو معاك عسكري حصان اتقل في لعبك وركز وانت بتلعب علشان الدور ما يروحش للتعادل. طيب هنا ممكن الاسود يقوم عامل لك كده، تقوم انت زائق عليه، يقوم راجع، تقوم زائق عليه. لو انت الاسود روح لمربع ل A8، كده تعادل. كده تعادل، كده تعادل. لو الابيض راح كينج سي 7 ستيل ميت. ولو الابيض زق البيدق بكش هتمشي بالملك، ولو اتحرك تعادل. حتى لو جايه معاك يعني خلاص، يعني انت قول له العب، انت عاوزه اعمله، خلاص تعادل. يبقى خلي بالك وانت بتلعب وانت معاك عسكري حصان، لازم تخلي بالك وانت بتلعب. طب افرض زقيت عليه ورجع، اعمل ايه؟ خش عليه كده. طب هينزل تحت، ارجع بملكك كده. الكابتن ده هيقف قدامي وياخد مقابلة. مفيش مقابلة، ملكك في 6. مفيش مقابلة وملكك في 6. ملكك في الصف السادس وراه عسكري. مفيش فكرة مقابلة، انت برضو بتكسب، بس المكسب بتاعك مش هيجي من هنا. امال هيجي منين يا كابتن؟ هيجي من الكورنر. روح ناحية الكورنر كده. طب ايه الفرق؟ الفرق انه لما يجي معاك هتزق، ولما يجي يطلع هتزق، ولازم يطلع كده. انت هتقدر ترقي الخطوه الجايه. طب ايه الفكره يا كابتن؟ طب ايه الفكره؟ ما انا كنت ممكن يعني انا بعد ما جيت كده وهو جه كده اجي كده. هنا قايم هو لاعب لك كده، وبرضه عاوزك تزق وتنزل على مربع ال A8 كده. كده ستيل ميت. الابيض مش هيقدر يكسب. لو دخل بالملك ستيل ميت، لو زق البي ده هتنزل تحتيه ستيل ميت. فعلشان كده انت هتضطر بقى تقعد كل شويه تلف بقى وراه، ولا تعمل كده فينزل تحت فتيجي كده وهكذا. ما تزقش البيدق، ما تزقش الايه؟ البيدق، تبقى ستيل ميت. يبقى هنا عشان ابقى فاهم بس، لما الاسود لعب كده انا هلعب كده، انا كده بكسب بالابيض.
لو اتحرك معايا كده اتحرك عادي، ما عنديش مشكله. لو حاول يجي لي هنا هزق، لو حاول يجي لي هنا اوعى تزق. تعالى كده، يجي كده تيجي كده، يجي كده تيجي كده. اوكي، فهمنا الموضوع؟ حاجه صعبه؟ طب افرض يا كابتن انا جيت كده قام هو لاعب كده، فجيت كده فقام هو لاعب كده، فجيت كده قام هو لاعب كده، زقيت قام هو لاعب كده. نفس الفكره، تيجي كده يطلع معاك تزق طلعه. اوكي، مش حاجه ايه، مش حاجه صعبه. فهمنا الموضوع؟ طيب تمام. طيب واحد تاني كاتب لي black can save the game عن طريق انه يلعب كينج بي 8. برافو، دي الاجابه الصح. دي الاجابه الصح، دي الاجابه الصح، مش انك تطلع عليه. شوف كده في فرق ما بينكم كام عمود؟ 1 2 3. في فرق ما بينكم 3 اعمده، 3 اعمده. اوكي، فلو طلع عمود فانت هتطلع لو طلع صف انت هتطلع صف. ما بينكم 3 صفوف، اسف. ولو طلع صف انت هتقدر تطلع صف، تقدر تحجزه. بمعنى ان دلوقتي الابيض مش هيقدر ياخد منك المقابله كده طبعا، العسكري ده مش ورا، حتى لو ورا انا هكسب صف كامل فاضي وخلاص. طيب دلوقتي انا لو طلعت كده او كده او اي حته، جرب كده تطلع بالابيض من اي حته. تطلع من منين مثلا؟ يعني هل هتطلع كينج بي 5؟ هل هتطلع كينج سي 5؟ لو طلعت كينج بي 5 هيقف قدامك، تيجي تحود يحود معاك، تيجي تروح كده يجي معاك، تيجي كده يجي معاك، تزق وهكذا، وعمرك ما هتعرف تكسب. هيبقى ستيل ميت. طبعا في ناس تانية كاتبة حاجات تانية غير كده. طبعا في ناس كاتبة كينج بي 8. برافو. هنا اوكي برافو كينج بي 8. في واحد كاتب بلاك كان سيف ذا جيم وخلاص، كاتب نقلات. برضو هنا بلاك درو with king b8. برافو king b8. برافو. في هنا كاتب لي white is winning. white is winning يعني الاسود لو عمل اي حاجه انا هكسب. طبعا لا، كان المفروض تكتب نقلتك. كاتب حاجه كده كده مش فارقه معاك، هو كده كده الابيض بيكسب، انا مش هعرف اعمل سيف للبوزيشن. في بقى كاتب كينج سي 7 وكاتب عليها درو. درو ازاي يا معلم؟ درو ازاي يا معلم؟ الابيض هيقدر ان هو يكسب كينج سي 5. كينج سي 5 اتحرك بالاسود، اتحرك فين؟ طبعا انا هاخد منك اي مربع من دول، والمربعات دي هتسيطر على المربع ده. لو جيت كده مش راضي تسيب لي اي مربع فيهم، هاجي لك كده هتسيب واحد من الثلاثه دول، اللي اي واحد فيهم هيسيطر على مربع البي 7. وبكده انا قدرت ان انا اكسب ايه؟ صف كامل فاضي. هنرجع لنفس فكره المكسب. طيب برافو، يبقى احنا كده معظمنا حل الموقف رقم 2. كان السؤال بيقول بلاك تو موف، وبيسألك هنا في الدور اتلعب جي، هل اللعبة دي كويسة؟
هل اللعبة دي صح ولا كينج اف 8 هي أصح وأفضل، ولا عندك رأي تاني بقى إنك أنت بلاك موف في حرية الاختيار إنك تلعب أي نقل؟ طيب تعال نشوف جي 5. جي 5 فكرتها إن أنا عايز أمشي بالملك وأخش أوقع عساكرك، يعني عايز أدخل أضغط على البيادق دي. طبعا لو أنا قررت إن أنا أحمي البيادق بالمنظر ده، فممكن دلوقتي يعني يحصل أكلات والملك يدخل والملك يدخل. طبعا الملك يدخل دي نقلة قوية جدا، يبدأ إن أنا الملك بتاعي يفضل يفضل في البوزيشن ده، يفضل رايح جاي رايح جاي، والملك ده ممكن في أي وقت يعدي. أوكي. فطبعا لو أنا مثلا قررت إن أنا ألعب مثلا نقلة زي كده، فيبدأ إن هو يلعب لي حاجة زي كده، وحاول يعمل بقى يخلص لي الويتنج موفز اللي عندي. وبعد كده طبعا لو مشيت كده هيبدأ يخش كده والبدأ هيقع. فدي خطة الأسود، لكن الخطة دي مش ناجحة، الخطة دي فاشلة. الخطة دي لو انت عملتها تخسرك الجيم. ليه؟ الأبيض يقدر يفوز بعد نقلة الجي 5. ازاي؟ دلوقتي كل الفكرة انك الخطة بتاعتك انك توصل لمربع الاف 5 وتضغط على العسكري بتاعي اللي في الاي 5 لو انا اكلت بدأ في بدأ، صح؟ اه صح. طب لو انا منعتك تخش، ايه اللي هيحصل؟ يعني لو كلت كده وانت اكلت كده، مين اللي عليه الدور؟ انا اللي عليا الدور. اولا انا عملت دلوقتي ايه؟ عسكري جي واتش ومع عسكري جي، بمعنى احنا اتفقنا قبل كده في الكورس ان العسكريين دول بيطلعوا عسكريين بتوع جي والاتش قصادهم عسكري في الجي بيطلعوا عسكري كنار سالك. طب ده هيفيدني في ايه؟ ده هيفيدني طبعا ان انا اولا خطتي ان انا امنع دخول الملك. يبقى انا عندي خطة دلوقتي هفكر فيها امنع دخول الملك لمربع الاف. المربع الاف ايه؟ المربع الاف 5. طب انا عندي كام طريقه تمنع دخول الملك لمربع الاف 5؟ ان انا اقف بالملك بتاعي يا اما هنا يا اما هنا. طب ايه الافضل؟ ان انا اقف بملكي هنا. هنا طبعا احسن مكان هنا. طب ده يفرق في ايه؟ هيفرق ان انا ضاغط على البداء بتاعه كمان. يبقى دلوقتي اول فكره كينج اف 3 هيمشي معايا، اخش عطلت ملكه مش هيقدر يطور نفسه وضاغط على البداء. خلص بقى نقلتك اوكي، وبعد كده اقعد اتحرك واستناني العب لك اتش 4. تاكل اكل، اتحرك، ازق، ترجع، اخش، تمشي، اخش واخد منك البيادق. طبعا لو عملت كده هزق تاني، تخش تاني، اخش اخد منك البيادق. كل سنه وانت طيب. حتى لو لعبت لي اف 5 في اي وقت براحتك. عايز تلعب اف 5 دلوقتي اتفضل. جي 3 تمشي كده زق، تمشي كده ازق او اكل. كده كده لقيت خلاص بكش كمان. فموقف كده مكسوب بعد جي 5. اوكي، موقف كده لقيت حد كاتب لي كتير جميلة، انت اللي جميل. طيب في حد كاتب لي نو النقلة دي وحشة، وكتب لي ان اتش 5 افضل، يعني نقلة بعيدة عن كينج اف 8 وجي 5. بس هل انت حسبت ان الملك ده هيدخل ويضغط على البيدق ده؟ طب ده يعني انا حاسب ان انا هلحق احميه. انت حاسب ان انت هتلحق تحميه. بص كده معايا كينج دي 3، كينج اف 8، كينج دي 4، كينج اي 7 مثلا، كينج سي 5، كينج دي 7، كينج بي 6، كينج سي 8. لازم تكون فاهم ان الابيض هنا عنده ويتنج موفز كتير بسبب انه ضاغط على البدأ ده. ملكك هيفضل باسيف. اتفقنا الملك لما يفضل باسيف فملكي اكتف
هعرف اطور نفسي. طب هطور نفسي ازاي في الموقف ده؟ بي 4. ما عنديش، هقعد العب بقى كينج بي 8 وكده. جي 3 كينج سي 8 وكده. اتش 3 وكده. جي 4 تيك تيك كينج سي 8. اي 4 كينج بي 8. بي 5 اي تيكس بون تيكس كينج سي 8 كينج اي 7 كينج سي 7 بي 6 كينج سي 6. لو الابيض ما عندوش نقلات هنا يخسر، بس عشان عنده ويتنج موف يكسب. اوكي، فخلي بالك، خلي بالك، مش سهل ان الملك يخش ويضغط على بيدق ويخلي ملكك باسيف، ويخلي ملكك باسيف. طيب يا كابتن، يعني على كده بقى كينج اف 8 نقلة عظيمة. ليه كينج اف 8 نقلة عظيمة؟ عشان لما اجي اخش يتحرك، اخش يتحرك، اخش يمنعني. فهمت يا بيه؟ طب ما انا عندي ويتنج موفز يا كابتن. لا يا حبيبي، ارجع لي ورا. ما تيجي ترجع ورا اخش عليك. ما انا هاجي ويتنج موفز يا كابتن. لا يا حبيبي، ارجع لي ورا. اجي اتحرك، اجي يلعب لي كده، دلوقتي العب له كده. دلوقتي هو هيبدأ يلعب ايه؟ يلعب كده، اجي كده، يجي كده، العب ويتنج. هنا يلعب لي كده، اخش له على عساكر كده، الاسود بيخسر. طب فين يا كابتن الكلام اللي انت بتقوله ده؟ الزقة دي عملت ويكنس هنا، مشكلة، مشكلة كبيرة جدا، وانت مش حاسس بيها. طيب امال ايه يا كابتن؟ اعمل ايه دلوقتي؟ اتحرك في اي مكان غير انك تزق البيدق كده. كده الملك ده عمره ما هيعرف يتطور من هنا، ولا هيعرف يتطور من هنا. وكده الملك ده عمره ما هيعرف يخش. طب يا كابتن، ما ممكن يفكر بقى انه يلعب A4 وبعد كده يلعب A5، ولما تيجي تاكل ياكل ويخش بالمربع ده، صح؟ وطبعا لو انت قررت انك تزق كده هياكل وتاكل ويخش من هنا. طيب دلوقتي لو انا قررت ان انا اخش كده، هيعمل ايه؟ لو لعب B5 هاكل، ياكل، خلاص مفيش دخول. ولو قرر يعمل كده بالمنظر ده، هبدأ احسب اكل بدأ في بدأ، ولا زق، ولا ما اعملش حاجة خالص اسيبه هو ياكل وانا اكل. طيب حاول تحسب البوزيشن كده. طيب تعال نشوف لو اكلنا هياكل بالمنظر ده. طبعا الملك ده في مشكلة كبيرة جدا، في جنبه المربعين دول. طبعا لو الابيض اللي عليه الدور معهوش نقلات، هيضطر يسيب مربعات اللي قدامه، وطبعا الملك ده هيخش. طيب دلوقتي الابيض اللي عليه الدور، فالابيض خلاص، الاسود اللي عليه الدور، فالاسود ممكن يلعب يا اما G5 يا اما H5. لو لعب G5 زي ما اتفقنا هياكل وياكل، يبقى في بدأ سالك في الاتش. طيب فهنا H5 يلعب H4، وكده الاسود هيضطر يبقى عليه الدور. فلما يجي يلعب كده اجي اخش، يجي يقف قدامي، العب له G3، وبالتالي هيبدأ ان هو يتحرك في اي مكان، وهبدأ ان انا ادخل عليه. طيب يبقى انا زق، برضه هيجي لي هنا، هيبدأ يزق، ازق عليه، يبدأ يمشي، يبدأ يدخل، اعمل كده، يعمل كده. يبقى انا اعمل ايه طيب دلوقتي؟ ولما يجي اتحرك يخش عليا. اوكي، يبقى انا دلوقتي اضطر ان انا احرك الملك بتاعي.
بحيث انه لما يجي ياكل اكل. دلوقتي مش هيقدر انه يخش. طبعا لو قرر انه يزق بيدقه بالمنظر ده الاسود ممكن ما يعبروش، ولو قرر يزق بيدقه بالمنظر ده الاسود ممكن ما يعبروش، والاسود لو قرر يزق بقى هل في بريك ثرو هنا؟ يزق بيدقه بالمنظر ده هياكل، ياكل ويقف قدامه بالمنظر ده والدور هيبقى تعادل. هنشغله الانجن كده في المنظر ده. بص بص هنا كينج بي 7 نقلة تعادل، كينج سي 7 اي حاجة حافظ على البيدق. بص بقى لما اكلت البيدق ويننج، بص زقت البيدق ويننج. لكن طول ما انت مدافع عن العسكري ده مش عارف يخش. عندك مربعين تقدر تتحرك فيهم، عندك مربعين مش مربع واحد. فدي النقطة او دي فكرة الدفاع بالنسبة للاسود، ان الاسود يلف ويبقى عنده مساحة انه يدافع، مش قافل على نفسه الدنيا ومش عارف يدافع. الموقف اللي بعد كده وايت تو موف. سألك هنا عن النقلة الأفضل للأبيض. في ناس كتير جدا حلوه صح. جي 8 على الهوا، كوين ياكل بالملك، كينج جي 6 تقف قدام الملك. لما يجي كده هل بقى تروح كينج اف 7 في الموقف ده ولا تروح كينج اتش 6؟ لو رحت كينج اتش 6 هيطلع، ولو زقيت هيقف قدام ملكك، ولو زقيت هيقف هنا وبقت ستيلميت. لاحظ انك انت في اللحظة دي انت اللي واخد منه المقابلة، ملكك في 6 وعسكري حصان، فهو بيخش الكورنر، فمفيش داعي انك تخش معاه الكورنر. لا انت بتروح تطلع كده معاه، ولما يجي يطلع عندك الزقة وعندك الزقة وعندك الترقية. اوكي، دي طريقة المكسب. طيب البوزيشن اللي بعد كده هنا البوزيشن ده الموقف ده وايت تو موف. سؤال هنا بيقول لك الابيض هنا يقدر انه يكسب في البوزيشن ده. فانت دلوقتي وايت تو موف، واحد قال انا هلعب مثلا اتش 6 بحيث ان انا عايز اكل واطلع ورقي، فهو هيمشي، هتخش هيمشي وراك، هتاكل هيحبسك، تنزل يخش معاك تزق يرجع تاني، بقت ستيل ميت. دور هنا التعادل والابيض ما يقدرش انه يكسب. طيب الموقف اللي بعد كده الموقف ده الوايت تو موف. سؤال هنا بيقول لك is white winning؟ هل الابيض بيكسب؟ طبعا الابيض بيكسب لانه معاه عسكري زياده سالك، ده يخليك ان يبقى عندك وقت تمشي، ياكل، تمشي، تاكل، يمشي، يمشي، تاكل، يحمي، تبدا انك تزق، ياكل، تزق، يمشي، تزق، يزق، تزق، يزق. ودلوقتي ممكن انك تيجي هنا، يجي هنا تاكل منه البيدق، يجي هنا تمشي وتبدا ترقي العسكري بتاعك. يبقى هنا white is winning. white
is winning. Yes white is winning. طيب الموقف اللي بعد كده اللي فيه ناس انا مش هديلها الدرجة كاملة او مش هديلها الدرجة لانها مش مدياني الاجابة اللي انا عاوزها، يعني حل نص اجابة. هنا الاسود مع عسكري خلاص ناقص له خطوتين ويرقي، فالسؤال هنا بيقول لك يعني دينجر، يعني هنا اي خطر، في اي خطر على الابيض ان الاسود هيرقي يعني. في ناس كاتبه لي نو. نو يا جماعه، نو يا جماعه، ده في مات هنا للابيض. مات، مات، تخيل. خش بالملك، كبير يعمل ايه؟ ينزل تحت. تحبس خروج الملك، جباري يعمل ايه؟ يزق. كش مات. كش ايه؟ كش مات. طيب الموقف اللي بعد كده، السؤال هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك وايت ويننج. المفروض تسال نفسك هو الدور على مين؟ لو الدور على الاسود، لو الدور على الاسود فالاسود هيخسر لان الابيض مع المقابله. ولو الدور على الابيض فالدور تعادل، لانه مش هيقدر انه يعدي الصف ده، او صف اللي هو واقف عليه ده صف زياده. كل ما يجي يتحرك هيقف قدامه، كل ما يجي يتحرك هيقف قدامه، كل ما يجي يتحرك هيقف قدامه، لحد ما العسكري يبقى جنب الايه؟ الملك. وبكده الدور هيبقى تعادل. ستيلميت. اوكي. الموقف اللي بعده شبه الموقف ده سنه. عسكري هنا، الابيض هنا، الاسود هنا. هنا بيقول لك is white winning. هتقول له ابيض عليه الدور، اسود عليه الدور، انا بكسب. ليه؟ لان سابق العسكري بتاعي بصف فاضي، فمعايا نقله ويتنج. دي فايده ان الملك بتاعي سبق العسكري بتاعي بصف. هقدر ان انا كل شويه اتقدم لحد ما امسك المربع بتاع الترقيه واكسب الايه؟ الجيم. ولو الملك بتاعي وصل للسادس، الصف السادس، كده كده ويننج. يعني انا كده كده الملك بتاعي بيوصل على 6 والعسكري ورايا، بيبقى مكسب للابيض. طيب الموقف اللي بعد كده، السؤال هنا بيقول لك black to move can white win. السؤال هنا black to move، الاسود اللي عليه الدور، can white win. هنا البلاك هيعمل كده، فانا هزق فهيمشي، فانا همشي فهيمشي، فانا همشي فهيمشي، فاروح اخد منه العسكري. طبعا الابيض بيكسب، طبعا الابيض بيكسب. طيب الموقف اللي بعد كده، هنا السؤال الابيض اللي عليه الدور، فانت المفروض تختار نقله. اوكي. طيب بيسالك بقى سؤال، لو الابيض دخل نهايات عساكر ولعب روك اف 4،
هل المنظر ده درو؟ هل الموقف ده كده تعادل؟ في ناس ياما كويس تعادل. تعادل ده لو الاسود قرر انه ياكل والابيض قرر انه ياكل. انا معاك، المنظر ده كده تعادل. الملك ده عمره ما يعرف يتقدم. امال ايه يا كابتن؟ في نقله ان بتوين، مش لازم انه ياكل، لا ده هيطلب الرخ بتاعتك. هات الرخ، هتضطر انك تاكل، وساعتها الاسود هيقف قدام الابيض ولازم تسيب له الطريق. فكده الاسود بقى بيكسب. حصلت في موقف فعلا ما بين اتنين كبار بيلعبوا في الدور، وحصل نفس الفكرة دي. مستواهم عالي جدا وحصل نفس الفكرة دي. ظن انه داخل اند جيم عساكر وحصلت نفس الفكرة. طيب، ما المفروض انا كابيض اتعامل ازاي؟ حاول ان ملكك يفضل في عمود العسكري وتلعب على فكرة الفليدور بوزيشن. ازاي يعني؟ يعني بمعنى اصح، اقعد اتحرك الملك بتاعك، هيبدأ ان هو مثلا يمشي المنظر ده، تبدأ تقطع الطريق عليه، هيبدأ يجي لك كده مثلا، هتبدأ انك انت تخش بالملك بتاعك. طبعا لو جيب الرخ المهم هيمشي، تبدأ انك انت تمشي، هيبدأ ان هو يديك كش، تبدأ انك انت تمشي بالملك، هيبدأ ان هو يزق العسكري وهيقعد يستخبى فيه. المهم هتبدأ انك انت يا سيدي قرب عليا. المهم هيبدأ ان هو يجي كده، تبدأ ان انت تديله كشات، يبدأ ان هو يرجع تاني كشات، هيجي هنا كشات، هيجي هنا كشات، هيجي هنا، مش هيقدر ان هو يستخبى. فكده كده البوزيشن يعني لو حتى دخل كده يسيب العسكري. فبكل بساطة انا ممكن اتعادل، ما اسيبهوش حتى يقعد يقرب ويزق العسكري بتاعه. اوكي، ممكن يحاول انه يجي مثلا مثلا كده بكش. طبعا انا هطلع فوق كش ملك، هنزل تاني. حتى لو جه كده ممكن اطلع بالملك بتاعي لفوق. ف موقف تعادلي. اوكي، موقف عسكري وملكي موجود تحت العسكري، حتى لو يا سيدي طور نفسه لما لا نهاية. يعني اهو كش ما مشينا وبتاع وقعد يطور، نعتبر ان هو قاعد يطور وانا قاعد العب نقلات سلبيه، وانا جيت هنا قاعد يلعب نقلات يقرب من الملك، وانا قاعد العب نقلات سلبيه وقاعد يعمل كده وانا قاعد العب نقلات سلبيه، وعرف انه يطور نفسه وانا نزلت وسق البيدق. الموقف ده بكل بساطه انت تقدر تقعد تدي كشات بالمنظر ده والدور كده تعادل. مش هيقدر يستخبى منك خالص، ومش هيقدر يسيب البيدق بتاعه ويمشي لانك كل شويه هتطلبه. كده لازم يرجع يدافع عن البيدق، تقعد تديله ايه في كشات. الكشات ما بتخلص. فافضل فكره انك تعمل فكره الفليدور وخلاص. دي اسهل طريقه يعني للتعامل. طيب، هنا الموقف ده بيقول لك هنا الابيض اللي عليه الدور وايت لوست، هنا الابيض بيخسر. في ناس هنا كاتبه لي يس. انت هنا هتاكل وهو هنا هياكل. دلوقتي لازم تقول العسكري ده المربع بتاعه الوهمي. انا كده كده مش هعرف اوقف البيدق ده بالملك، صح؟ صح. يبقى انت لازم تروح توقف البيدق اللي هناك ده بالملك، وتخلي العسكري ده تحاول انك تكسره في الحصان. ما انا هعمل كده ازاي؟ انا همشي الاول بالملك بتاعي اهو، فزق، اعطل البيدق. اعطله منين؟ اهو، يزق بالمنظر ده، اروح للبيدق اللي هناك. طبعا هيحاول يلف لي، لو لف كده هديله كش واخد البيدق، مش عارف يطلع. طيب يا كابتن،
ممكن يحاول انا دلوقتي طالب البي ده، اتفضل زق، امشي، اعمل اللي انت عايزه بقى. لو نزل تحت براحته، ينزل تحت، لو رقه هاكل العسكري. دي الفكره، دي الفكره بكل بساطه. اعمل خطه وافهم البوزيشن، حط الموقف قدامك. هنا السؤال اللي بعد كده بيقول لك هنا بلاك موف. لاحظ ان الرخ بتاعتك مطلوبه، الرخ بتاعتك مطلوبه. طيب دلوقتي لو انا مشيت بالرخ بعيد خالص، فمن الممكن ان البيشوب ده يقفل كده طالب ترقيه بكش. فهنا لو انا حسبت ان انا اقول ايه، اقول هروح روك بي 8. المشكله دلوقتي ان الدور على الابيض، والابيض هنا يقدر انه يكسب بانه يلعب كينج سي 6. دلوقتي هياكل الرخ، رخ في بيدق. طبعا انا طالب اطلب الرخ بعد كده، اسود اتحط في زجزوفانج. طبعا هديك كش بالفيل واخش على الرخ، الرخ راحت. طيب دلوقتي لو قرر انه ياكل رخ في بيدق، وايت تو موف اند وين. لو هنا انت قررت تلعب بيشوب سي 8، فالدور كده ايكوال. نعم، دور كده ايكوال، تعادل. ازاي بوت؟ ازاي بقى درو؟ بكل بساطه الاسود هيلعب كينج اي 5، يقول لك اتفضل كل الرخ، عندك اكله بالملك وعندك اكله بالبيشوب. لو اكلت بالبيشوب هنزل تحت اخد منك البيدق، وملك وفيل ما بيعرفش يموته. طيب انا هاكل بالملك علشان لما تخش على البيدق هحمي البيدق. بس الاسود هنا عنده A5 A4، وبعد كده الدور هيخلص تعادل. فبالتالي فكرة بيشوب C8 هتأكل البوزيشن بعد كينج A5. الصح هنا بيشوب C6 تشيك. فهنا لو قرر يمشي كينج A5 هاكل طالب البيدق، ولو زق هاكله، ولو مشى هرجع تاني حميد بدقي. وكده انا معايا بيدق زيادة وفيل. بيدق زيادة حصان يعني بيكسب، او اي مكان خلاص البيدق بيكسب، غير بدأ القرار طبعا لو عكس المربع والحاجات دي هنشوفها في الاند جيم بعد كده. فهنا روك بي 8 نقلة غير صحيحة. كينج سي 6 قوية جدا، كينج سي 6 قوية جدا. طب يا كابتن، يا كابتن انا ممكن امشي كده بحيث لما يجي يخش على الطابية رخ في بيدق ياكل بالملك، برضه البيدق مطلوب، فمش هينفع. طب يا كابتن، يا كابتن انا دلوقتي ما عندكش حاجة، ما عندكش حاجة. فروك بي 8 هتتحط في زيكزفانج بعد كينج سي 6. بلاك تو موف وهيخسر. طيب الصح ايه؟ الصح انك تاخد البيضة. نعم، صح انك تاخد البيضة. كابتن صح انك تاخد البيضة. ازاي ده هيديني كش؟ امشي، هياخد الطابية، كل بالملك، عسكري قصاد عسكري، تعادل. تعادل، مفيش بقى مقابلات والكلام ده، عسكري واحد قصاد عسكري واحد، تعادل. طب يا كابتن هو ممكن ما ياخدش مني الطابية، هيعمل ايه؟ يلعب بيشوب سي 6 مثلا. طب وايه المشكلة؟ بحيث لو مشى بالملك اخد الروك واحطه في زوكسوفانج. طب ما هو ممكن يزق البيدق. كابتن ما ممكن يخش عليا، هيمشي بالطبيعي، هرب بطبيعته. طب يا كابتن هياخد الرخ، هياخد، هيخش عليا. كابتن ده كده بقى بيكسب، ولما اجي ازق البيدق هياكل برضه سابق العسكري بتاعه بصف كامل فاضي، انا كده بقيت بخسر. تصدق عندك حق. طب انا هبوط ازاي بعد بيشوب سي 6؟ لو زق البيدق او مشى بالملك
بخسر. طب ما تزقه 2 هتفرق؟ هتفرق. تفرق في ايه يا كابتن؟ تفرق انك لما تاكل الرخ هاكل بالملك. لا مش هاكل بالملك، لان لو اكل بالملك هيخش عليا. طب لو زقيت البيدق، لو بقى بيدق كنار تعادل، ولو اكل بالملك خد مني المقابلة، اجي اطلع يسبقني بصف كده خلاص، كده بقى بيكسب. طب يا كابتن ما اخدش الفيل، امال اعمل ايه؟ ازق البيدق، لو مشى في فيله اكل البيدق يبقى التعادل، ولو كلب البيدق اخد فيله بقى التعادل، ولو زق البيدق اخد فيله بقى التعادل، لانه عبال لما يروح ياخد البيدق اكون انا طلعت، وانا طلعت بقى دور تعادل. شفت بقى الافكار؟ فمش سهل انك تاخد قرارات متسرعة من غير حسابات. الحاجات دي طبعا اكيد انت ما حسبتهاش طيب طبعا هنا ملك، هنا ملك، وهنا عسكري. السؤال بيقول بلاك تو موف. البلاك هنا يقدر يوصل للعسكري ده، يعمل مربع وهمي. انا اللي عليا الدور، هقدر اخش المربع الوهمي لما يجي يزق العسكري بتاعه؟ لا، الاسود بعيد جدا عن المربع الوهمي. طيب في عسكريين هنا، في عسكريين هنا، في عسكري هنا، في ملك، وفي ملك، في عسكري هنا، في فريزنج حاصل هنا. طيب السؤال هنا بيقول وايت تو موف. الابيض عنده افضلية الكينج، ملكه اكتف اكتر من الملك الاسود، لان انا دلوقتي في الصفوف الامامية، هو لسه في الصف السادس عنده، لكن انا في الصف الرابع عندي. يعني هو في الصف الثالث بتاعه، انا في الصف الرابع بتاعي، فانا كده اكتف اكتر، معايا بيدق اعمل مساحة، وعامل بيدق اعمل فريزنج. والدور على الابيض، يعني انا كان نفسي يكون الدور على الاسود، هنا الدور على الابيض. طب لو كان على الدور على الاسود وحرك ملكه كده، ازق البيدق واخش بالملك. طيب بيقول لك كان وايت وين. الابيض هنا يقدر انه يفوز. انا مش عارف اعدي. طيب ايه الحل؟ هل الحل في الترانجليشن؟ هل الحل في الترانجليشن؟ انا دلوقتي، طب تعال نشوف اول حاجه. لو انا زقيت البيدق على طول بكش، هيعمل ايه؟ هياكل. طب لو دخلت بالملك هيطلع. طب لو اكلت البيدق هيمشي. هل انا كده بفوز؟ تعالى نحسبها. همشي هيخش، همشي هيخش، همشي هيجي ورايا، هاكل هيجي ورايا، هاكل هيجي ورايا، هرجع هنا اقف قدامه. يبقى انا بفوز. يلا بينا. يبقى انا هنا همشي هيخش على البيدق، ما ازقهوش. همشي خش على البيدق، همشي يمشي ورايا، هاكل يمشي ورايا، هاكل يمشي ورايا، هلحق المربع ده، وبالتالي انا بكسب الجيم. عندنا هنا 3 مواقف. أولهم موقف ده بيقول لك وايت تو موف. الدور ده مكسب ولا تعادل؟
الدور ده تعادل عسكري الفيل وعسكري القنار بيكون تعادل لما الملك بيكون بعيد. لما الملك يكون بعيد الموقف تعادل. اشمعنى كل ما يديك كشات هو بيحاول يوقفك تحت البيدق عشان يبدأ يقرب بالملك، فانت بتمشي وتسيبه يديك كش، تيجي هنا يديك كش، فهو مستنيك تيجي هنا عشان يقرب بالملك يقرب بالملك. لا انت بتمشي وتسيبه. لو كل البيدق بيكون ستيل ميت، ولو ما كلش البيدق طبعا ومشى في اي مكان هقدر ان انا ارقي. يعني بعد الكش هو مشى في اي مكان ما رضاش ياكل البيدق، هرقي وزير. دايما التهديد بترقية فبيمنع حركة الملك. نفس الشيء او نفس الكلام على العسكري الكورنر بيبقى فيه ستيل ميت. عسكري الحصنة او عساكر اي عساكر وسط او عساكر أو اي حاجة، الدور بيكون مكسب للابيض. اوكي. الموقف الاخير معانا هو يعتبر مدخل للكورس الجديد بتاعنا اللي هناخده بعد كده قدام، كورس الروك اند جيم او الروك اندنج. هنا بلاك تو موف، والاسود عنده 4 اختيارات. الاسود عنده 4 اختيارات: انه ياكل بالبيدق، انه يزق البيدق، انه ياكل بالملك، انه يدي كش بالرخ في جي 2. عنده 4 اختيارات وفي اختيار واحد بس يكسب. فالسؤال هنا بيقول لك انهي اختيار من دول يقدر يكسب الاسود. اختيار الصح كينج تيكس جي 3. دي كده الاسود بيكسب اجباري. اوكي هنشرح الكلام ده بالتفصيل بعد كده، وطريقة الدفاعات الممكنة والغير ممكنة، وازاي ادافع وازاي ما اقدرش ادافع وامتى ما اقدرش ادافع. الحاجات دي كلها هناخدها بعد كده. بس يعني الحل بتاع البوزيشن ده هو كينج تيكس جي 3. اللي جابها برافو عليك. اشوفكم على خير في الكورس الجاي ان شاء الله. مع السلامة.